فجرت تقارير إعلامية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكدت أن نادي ريال مدريد على أعتاب الإعلان الرسمي عن التوقيع مع مهاجم نادي فرانكفورت الألماني الدولي الصربي لوكا يوفيتش ليكون ثاني صفقات الفريق هذا الموسم. فوفقا لشبكة دون دياريو الإسبانية فإن ريال مدريد أنهى صفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي، وسيوقع اللاعب على عقد طويل الأمد لمدة 6 مواسم وبراتب سنوي ما بين 4 و5 مليون يورو. وأضاف المصدر في تقريره على أن برشلونة أراد التعاقد مع يوفيتش، لكن المدرب زين الدين زيدان صافح البارسا وأخبر بيريز برغبته بضم اللاعب على أن يدفع النادي الملكي 50 مليون يورو لنادي فرانكفورت للتوقيع مع اللاعب. وأتم المصدر على أن يوفيتش كان واضحا بالرحيل عن فرانكفورت، والنادي فضل بيعه لريال مدريد بدلا من بايرن ميونخ الذي يتعاقد مع معظم اللاعبين الذين يتألقون في ألمانيا. لكن مع يوفيتش لن يكون الأمر كذلك. يذكر أن لوكا يوفيتش صاحب 21 عاما فقط يلعب في فرانكفورت معارا من بنفيكا، ويملك النادي الألماني خيار الشراء النهائي في نهاية الموسم. وسجل يوفيتش 22 هدفا وصنع 7 أخرى في 36 مباراة هذا الموسم. يستعد نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد أندير هيريرا لحزم أمتعته مع نهاية الموسم الحالي والانتقال إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، علما أن عقده سينتهي مع نهاية هذا الموسم. حيث أكدت شبكة ESPN الأمريكية الشهيرة أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم نادي أتلتيكو مدريد ساول نيغويز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تعزيز وتدعيم صفوفه. وأضاف المصدر على أن مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير حريص جدا على التوقيع مع نيغويز من أجل تعزيز صفوف الفريق، في حين ينتهي اللاعب عقده مع أتلتيكو مدريد في 2026 ولديه شرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو. وقالت الصحيفة على أن مانشستر يونايتد سيواجه صعوبة في التوقيع مع اللاعب الإسباني نيغويز صاحب 26 عاما، وذلك في ظل اهتمام فريقي مانشستر سيتي وبرشلونة بالتوقيع مع اللاعب الفترة المقبلة.